فتح باب التسجيل. البهجه كان وراء الهدف الاول بعد عمليه جميله من الجهه اليسرى. غادي نلاحظوا البناء ديال العمليات كيفاش جات الكره الاولى من الحضريوي البهجه، مره اخرى الحضريوي، مراوغه ديال البهجه في الجهه اليسرى وتمرر. كان في موضع سليم لاعب بصير اللي سجل الهدف الاول. اذا النتيجه الانيه 1-0. الكل كان ينتظر رد فعل الفريق الجابوني، ولكن سرعان ما تبينت السيطره ديال الفريق الوطني المغربي في خصوصا في وسط الميدان. هنا نشاهد العمليه اللي اعطت الاصابه الثانيه واللي جت على بعد دقيقه واحده من الاصابه الاولى. تمريره من صابر، بصير مرر الكره داخل منطقه الجزاء، تنتهي بقذفه اخيرا تسقل الكره امام البهجه اللي تمرها عند بصير اللي تسجل الهدف الثاني. هنا النيبت كان وراء الهدف الثالث. النيبت نسلم من الجهه اليسرى وتمرر عند البهجه اللي ما لقاش صعوبه كبيره في هزم الحارس. تلاحظوا حجي التمريره ديالو النيبت اللي صبح كجناح ايسر تمرر بكل هدوء. تلاحظوا البهجه كان عنده جوج الاختيارات، اما يسجل اما يسلم الكره لبصير، ولكن مادام انه شاف بامكانه يسجل الهدف الثالث فكان له ما اراد. البهجه ايضا يسجل بطريقته المعروفه، محاوله ديال القذف يراوغ. كان ايضا امام جوج ديال الاختيارات وفضل يقذف بالرجل اليسرى مسجلا الهدف الرابع. إذن 4-0